اه اه. إذن سي الحسين، مرحبا بك جديدا. نفوت تشكرك على قبول الدعوة. شنو الهدف من هذه الحملة اليوم اللي كتقوموا بها بالمقبرة، مقبرة الجديدة، التي كان يطلق عليها اسم المقبرة الجديدة بالمدينة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سميتي حسين بوماس، كاتب العام ديال المكتب الإقليمي هي الأحمر المغربية الجديدة. هاد لاكتيفيتي هذه اللي دايرينها هي في الاصل اكتيفيتي اللي دايرها جمعيه المشاعل، وحنا الهلال الاحمر بما اننا كنعملوا في ميدان الاسعافات الاوليه ومساعده السلطه وبناء على الظاهر الشريف ديال 2006 كنخدموا حتى في محاربه الفقر والهشاشه والمسائل. الناس ديال الشعله كونتاكتونا على اساس نعاونهم. الهدف ديال هاد الاكتيفيتي اولا تنظيف واعاده الاعتبار المقبره، لاننا حنا كمسلمين كنجيو كحشومه نشوفوا المقبره ديالنا موسخه، وحشومه اننا المقابر الاخرى كتبقى نقيه وكتبقى اماكن نقيه، اما كل مقبره اللي فيها مدفونين الناس والناس كيجيو موسخه. اولا الهدف الثاني هي الامن، لان مؤخرا معروف مشاهد الامن هذا المغرب كيجيو الناس هنا المقبره ياخذوها كوكر، كيتدرجوا فيها، كيديروا فيها مسائل اللي غير شرعيه. ثالثا الأسنية هي السلامه، لان المقبره هي وكر الحشرات. من بعد كاين المقاطعه حدانا كيتشكاو من الزواحف اللي كيخرجوا فيه. نعم، على ذكر المقاطعه، قرب المقاطعه الرابعه قرب المقبره، شنو هي الرساله اللي بغيتوا توصلوا للصاهرين على الشأن المحلي او الجماعه الحضريه بصفه مباشره؟ هي في الحقيقه ندويو اون جينيرال، الناس ديال المقاطعه الرابعه هم شركاء في هذه الاكتيفيتي. نعم، راه في البترول هم شركاء، ولكن عامه وهذا نداء ماشي للسلطات المحليه الجديده، السلطات المحليه المغربيه خاصنا نوعاو بالمقبره ديالنا. المقبره راه واحد الليو اللي بين قوسين اللي هو ساكري، راه في بعض المعتقدات الاخرين راه كيكون انقى وانظف من الديور، وما بالك احنا اللي مسلمين. هذا هو النداء. وكما قلنا راه الحشرات راه مكر سميتو عليه وكر الناس اللي كيجيو يتخباو فيه والمسائل. نعم، اذا جيدا كنشكرك سي حسين، شكرا لك مره اخرى. والتضامن في المدينة الجديدة. الجمعية تتبنى مجموعة من الأهداف، منها من الأهداف والمبادئ لتسير الأنشطة ديالها، اللي هي التطوع، الاستقلالية، التضامن،
والشراكه. وفي هذا الاطار هذا، في اطار التطوع، تنظموا هذا النهار هذا واحد نشاط اللي هو تطوعي، اللي هو حمله صيانه ونظافه بالمقبره المتواجده بمدينه الجديده بقرب المقاطعه الحضريه الرابعه. السبب ديال علاش نظمنا هذا النشاط هذا هو يعني الملاحظه ديالنا ان هذه المقبره الوضعيه ديالها ما تسمحش بان الزوار اللي تيجيو يزوروها. وارتئينا مع المجموعه ديال المؤطرين ديالنا اننا ننظموا هذا النشاط هذا التحسيسي بمناسبه اليوم العالمي للارض. وهذا النشاط هذا تيتكون من مجموعه ديال الورشات. الورشه الاولى هي عمليه ديال التبييض ديال الجدران ديال المقبره. الورشه الثانيه هي ورشه ازاله الحشائش اللي كما شفتوا نمات بواحد الشكل كثيف اللي حال دون الولوج ديال الزوار الموتى ديالهم. والورشه الاخيره ان شاء الله تكون من بعد في النهايه ديال الحمله هي وضع واحد المجموعه ديال الشارات اللي هذه تبين المسالك والطرق ديال المقابر ديال المقبره. نعم. الشركاء ديالكم السي جميل؟ الشركاء هو الجمعيه تفاديا لوقوع اي مشكل ارتأت انها تشوف اول شريك اللي هو الهلال الاحمر. الهلال الاحمر باش يكون العمل ديالو موازي للعمل ديال الجمعيه. الشريك الثاني هو شركه خاصه بالبسانه اللي خدمت معنا وجابت لنا واحد المجموعه ديال الوسائل ديال العمل. والشريك الثالث هو شركه ديال الصباغه اللي هي اللي قامت بالطلاء ديال طلاء الجدران ديال المقبره. العمل ديال الجمعيه كينوب على الجماعه والتصور ولا رساله تحسيسيه للمجلس. هو الفكره جات من الجمعيه بطبيعه الحال بالنسبه للمسائل القانونيه تم تحت الاشراف ديال الجماعه الحضريه. وهذا يعني واحد نقطه اللي شار لها المجتمع المدني اللي كيتعم هذه المساله. وهذه المساله هذه تعم في جميع المقابر ديال مدينه الجديده. اذا كنشكرك شي جمعيه جديده انفوسه وجديده كيشكروك.